السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهاردة يا حبايبي حلوين هنعمل مع بعض روتين في أوضة الأولاد، وأتمنى منكم أن تشجعونا وتعملوا لايك والاشتراك وزر تفعيل الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد. ودلوقتي هنوريكم الأوضة قبل وبعد إن شاء الله. شايفين الاولاد بيعملوا ايه. النهارده كان اخر يوم في الامتحان، وخلاص ما صدقت ان انا اخدت افراج، فقلت لهم الاوضه متبهدله وبايظه خالص، فقلنا ايه نيجي نعمل فيها روتين وشوفوا الاولاد مبهدلينها خالص. فاتمنى منكم محدش يتريق عليا ولا يقول اي حاجه. ادي الاوضه متبهدله خالص. احنا كده بنلم فرشة السرير وبنفضه، وان شاء الله هوريها لكم. اديكم شفتوها قبل وادي بعد. قبل اهي، ونرتبها مع بعض ونشوفها ان شاء الله. ننضف مع بعض كده. احنا قاعدين في دور ارضي يا جماعه، وفي تراب كتير قوي، وده الشباك عاملين حديد كده لان احنا في الدور الارضي. ومعلش احنا عاملين الحاجات ديت كده على الشباك عشان البرد عندنا جامد جدا، وعشان الاولاد يعني ما يجيلهمش برد. بعدين احنا بنعمل مع بعض يا حبايبي. دي الروتين خفيف كده في اوضه الاطفال، مش روتين عميق ولا حاجه. ما اقدرش اكدب عليكم واقول لكم انا عملت روتين عميق، لان بصراحه الصحه ما تسمحش ان انا اعمل روتين عميق. انا كده صورت لكم الصوره قبل وادي كده بعد. اتمنى منكم تدعمونا باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. واتمنى منكم الدعم، واستحملوني في الكلام واستحملوني في التصوير لان انا لسه في البداية.
فانا يعني ممكن مش بقدر اتكلم كتير. انا بتكلم كتير صحيح وكل حاجة، بس يعني بعرف اتكلم كويس يعني. فاتمنى منكم ان انتم تدعموني وتفرحوني كده بالاشتراك والدعم منكم الكتير عشان نستمر. وما تزعلوش مني يا حبايبي، بس احنا ما عندناش ستاير ولا عندنا حاجة، فان شاء الله مع بعض هنعمل كل حاجة بدعمكم واشتراككم وكلامكم الجميل اللي انتوا بتقولوه لي. وانا مبسوطة منكم جدا بتفاعلكم معايا، وان شاء الله هنكبر وهنعلى وهنبقوا مع بعض وربنا يخليكم لنا. ادي كده الأوضة بعد. معلش انا عارفة المنظر مش كويس، بس معلش سامحوني سامحوني سامحوني. حاجة غصب عني، وان شاء الله هوريكم كل حاجة جميلة مع بعض. ان شاء الله هنعمل كل حاجة مع بعض. وبكده دي الأوضة، وكده احنا خلصناها. يا رب تعجبكم. هي الأوضة معلش أنا عارفة المنظر مش كويس، بس معلش مش كلنا معانا فلوس ومش كلنا معانا نقدر نعمل حاجات كتير، بس دي على قد المقدرة بتاعتي، على قد ما أنا قدرت أعمل وعلى قد صحتي بعمل. وإن شاء الله هنعمل مع بعض روتينات كتيرة وروتين عميق إن شاء الله قبل رمضان. ويا رب يعجبكم شغلنا، وأتمنى منكم الدعم والاشتراك، وان شاء الله هيوصل لكم مننا كل جديد. كده دي اوضه الاطفال، وانا عارفه الناس كتير هتتكلم وناس كتير هتنتقد وناس كتير، وانا مش هيشغلني الكلام الانتقادات ولا اي حاجه. ده بيعليني مش بينزلني. وان شاء الله كل حاجه هتتعدل وربنا يرزق كل محتاج. مش كل البيوت جميله، مش كل البيوت حلوه. انا الحمد لله راضيه بكل حاجه. اهم حاجه الراحه النفسيه. وكده احنا ما عندناش ستاير، وانا عامله المفارش ديت على الازاز عشان البرد، عشان احنا هنا في ارض زراعية والهواء كتير وبيجيب برد على الاولاد، واحنا في دور ارضي. وان شاء الله هنعمل كل حاجة مع بعض وهنكبر مع بعض. انا مش قادرة اتكلم بصراحة، معلش سامحوني. ادعموني وان شاء الله هقدر اكمل بيكم وليكم. وانا والله مبسوطة جدا 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 من اللي بيشاهدوني، والقناة بتكبر ان شاء الله وهتكبر بيكم. وانا فرحانة بوجودكم معايا ودعمكم الكتير ليا، وشكرا لمتابعتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويا رب نكونوا ضيوف خفاف على قلبكم، ومع السلامة.